النهارده بجد كنت تعبانه جدا، مش قادره اركز. مفيش تركيز بربع جنيه. قضيت كام مشوار الصبح هلكوني. تمام. بس مع ذلك قررت ان انا اشارك معاكم يومي زي ما هو، من غير اي تصنع، من غير اي لعب في الاحداث. فشوفي للاخر واحكموا بنفسكم. قعدت على الكتاب حوالي نص ساعة بشخبط وبلعب، مفيش تركيز خالص، يعني تركيز صفر. قاعدة اشخبط وارسم نص ساعة كاملة. تمام. مش عارفة اعمل ايه بصراحة، مش عارفة اكمل يوم ازاي كده، مش هينفع، هيبقى عدي يوم من غير ما اذاكر خالص. واحنا في بداية السنة، يعني المفروض في حماس بدايات. فينك يا حماس البدايات؟ يعني انا بدور عليك. ورسمي يا ريت رسمي حلو، يعني لو رسمي حلو كنت اقول لكم ما يهمش، انا معذورة. رسمي جميل. لكن لا رسم حلو ولا بنذاكر، بنضيع وقت بس، يعني نص ساعة قاعدة برسم، قاعدة بشلبط بقلب في الصفح. تمام. مفيش تركيز. طب ليه؟ ذاكري يا بنتي. لا لا لا، اذاكر ازاي؟ لازم ارسم وانمي مواهبي. عملت كوباية ايس كوفي، يمكن تعدل المزاج ونعرف نذاكر بقى، عشان مش هينفع العطرة دي كلها. طبعا انا دلوقتي شربت ايس كوفي. تمام. وهبدا اذاكر. بجد يعني انا حسيت ان هو فوقني. هبدا اذاكر. تمام. وهمسح الهبل اللي انا كنت بعمله ده طبعا. يعني انا قعدت نص ساعه بعمل في الهبل ده، متوقعين ان انا ضيعت الوقت ده كله في الهبل. جيت ابدا في المنهج ببص على الحاجات المتراكمه، لقيت ان محتاجين محاضره تاسيسيه. بس الحمد لله صغيره صغيره، الحمد لله نص ساعه احاول ابدا بيها بجد. يعني يا رب يا رب تشجعني كده واكمل. تمام. فيلا بينا نبداها مع بعض. وان شاء الله ان شاء الله ربنا يدينا كده فهم وحاجة كويسة ان احنا نستفيد منها ونرتاح نفسيا، ونقدر ان احنا نكمل فيديو تاني او نسمع المحاضرة الأساسية. قولوا يا رب. يلا بينا. خلصت المحاضرة. بصوا يا جماعة، عايزة اقول لكم بس ان هي يعني ملهاش لازمة قوي، يعني لو انتم ما سمعتوهاش عادي. عادي خالص. كمان هو بيشرح بس هو اللي هيقوله في خلال السنة، او هي يعني تقسيمة الفصول و... وكل فصل فيه كام محاضرة بس. فلو مش عايزين تسمعوها عادي، انا اتشجعت شويه، فهدخل على المحاضرة الحقيقية بقى، أول محاضرة. حتى لو ما خلصتهاش مش مشكلة، المهم إن أنا بدأت وما ضيعتش يوم على الفاضي يعني. هو دلوقتي دخلت على المنصة علشان أشوف الكورس، يعني لسه ما دفعتش تمنه، هو 450. هدفع دلوقتي وأبدأ على طول، يعني مش هياخد وقت، أنا بدفعه من عندي من المحفظة. تمام. فاستنوني برضه، متمشوش، أكيد هنكمل. وعكس المتوقع خلصت محاضرة الجيولوجيا كلها. تمام. هي ساعة بربع. دكتور أحمد الجوهري بيقول معلومات كتير جدا. تمام. احنا هنستخدمها بعد كده، لكن يعني بصوا في الملخص الجزء اللي خدناه لحد هنا اللي هما دي الجيولوجيا التركيبية، علم الطبقات، علم الأحافير، المعادن، والجزء ده بس. يعني بجد احنا واخدين اكتر بكتير. فانا هذاكره مع دكتور احمد الجوهري اللي انا كاتباه ده، علشان لما يقول فعلا زي ما هو بيقول، لما يقول اللي بعد كده مبقاش كلام جديد علينا واول مره نسمعه، لا يكون سهل واحنا سمعناه قبل كده. دلوقتي انا خلصت المحاضره كلها مذاكره. تمام. طبعا من كتاب، من الملخص اللي انا كاتباه ورا دكتور احمد. تمام. دلوقتي هسمع فيديو المذاكره. تمام. هسمع فيديو المذاكرة من على المنصة. طبعا هتقولوا لي المفروض تسمعي بعد كده تذاكري، لا أنا بحب أذاكر وبعد كده أقول معاه في فيديو المذاكرة. فاهمين؟ يعني أنا بقول المعلومة تاني وراه معاه، يعني هو يبقى بيقول كذا أنا بقول معاه. تمام. وطبعا حالة كتاب الجوهري لما ربنا يسهل وبوك ستوري يدونا الكتب، يعني احنا عاجزين هنبص لنا حوالي أسبوعين وهم لسه ما جابولناش الكتب حتى الآن يعني. فصلوا لنا يبعتوا لنا الكتب الجماعة دول. دلوقتي انا خلصت المحاضرة بتاعة الجيولوجيا، مش المحاضرة، اقصد فيديو الواجب. انا قلت لكم ان انا خلصت المحاضرة من شوية. تمام. وبما ان انا مش معايا كتاب الجيولوجيا، ف هحاول ان انا احل من كتاب الامتحان وخلاص. تمام. هحاول ان انا استخرج يعني الاسئلة اللي هنحتاج يعني تبعنا. فاهميني؟
بس. وهقول لكم برضو ايه الاسئله دياتي وحلتها ازاي وعملت ايه فيها يعني. دلوقتي انا حليت 4 اسئله، لو عايزين تحلوهم هو سؤال رقم 6 وسؤال رقم 10 و11 و12. تمام، هما ال4 اسئله اللي على المحاضره الاولى يعني. تمام، فلو عايزين تحلوهم. بس انا كده ذكرت كمان احياء. وبكده اكون خلصت الجيولوجيا. يمكن اليوم النهارده ما كانش مثالي وما كانش يعني انجزت حاجات مقومه والكلام ده، لكن انا مبسوطه جدا ان انا في حاله الكسل وكل ده قدرت ان انا اقوم واخلص جزء كويس يعني. الجيولوجيا ده جزء لا يتجزأ من الاحياء، فصل كامل. انا اخدت منه حتى لو حاجه قليله، بس انا خلصت محاضره كانت عليا. فانت لو مكسل تقوم، حاول لا قوم، اعمل اي حاجه بسيطه كبدايه. يعني انا بدات بالمحاضره التاسيسيه، تمام، ما كنتش ناويه ان انا اسمع غيرها بصراحه، لكن كملت وقمت، لقيت نفسي لا قادره فبحاول. تمام، فاحنا كلنا بنحاول يعني، مش دايما هنفضل اللي هو توب التوب. مش دايما كل يوم هنذاكر 500 ماده، لا. مش دايما كل يوم هنذاكر 700 درس، مفيش كده. مفيش حد بيفضل على طول. الثبات ده عند ربنا بس، لكن احنا ما عندناش الثبات. فاحنا بنحاول قدر الامكان، وانا حاولت والحمد لله المحاولة جابت نتيجة. فبشجع كل واحد بيتفرج عليا ان هو لا يقوم يشوف اي حاجة بسيطة يعملها. وبالتوفيق يا رب ليكم كلكم. واتمنى تعملوا لايك واشتراك في القناة، وتقولوا لي لو وصلت لحد هنا. يلا باي باي.